صباح الخير، انا ميار حسام، خريجة لوجيستكس وانترناشونال تريد دفعة 2019. اشتغلت اوبريشن في فريت فوردنج كومباني اللي هو ترانسبورتيشن سيكتور، واشتغلت في ماركتنج ايجنسي اللي هو الماركتنج سيكتور. فالكلية علمتنا ان احنا ازاي نشتغل في كل المجالات وازاي ان احنا نفت ان في كل شغلانة ممكن نشتغلها. طبعا جهزتنا للمجال العمل او لسوق العمل عن طريق التريننجز، ان احنا كنا بناخد تريننجز في الفترات اللي هي اجازات الكليه. فبتعلمنا ان احنا ازاي نتعود على الانضباط، ازاي نتعود ان احنا يكون عندنا شغل مسؤولين عنه. وبعد كل فتره تدريبيه كانت بتسالنا احنا استفدنا ايه وتعلمنا ايه والشغل ده بيتكلم عن ايه. فما كانش مجرد تريننج وخلاص. من خلال طبعا الجوب فيرز اللي هي كانت بتنظمها، ان هي بتعرفنا ايه الشركات المهمه اللي موجوده في الماركت، وان احنا نتعرف على الشركات دي وتدينا الاوبورتونيتي ان احنا نقدم على جوب فيها بعد ما نتخرج يعني. برضو من خلال الايفنتس اللي كانت بتعملها، ازاي ان احنا نكون سوشيبل، ازاي ان احنا نتعامل مع الناس، ازاي ان احنا نهندل اي موقف ممكن يحصل وننظم الدنيا وتبقى الدنيا ماشيه ازاي. طبعا من خلال الزيارات اللي احنا عملناها لجوهينا، لامار، لنورسيك، لشركات تانية كتير، ان احنا نفهم السيستم بتاع كل شغل ونفهم الشغل ده بدأ ازاي واتعمل ازاي وبيمشي ازاي. فساعدتنا في حاجات كتير جدا. طبعا كمان من خلال السمول ليكتشرز اللي كانت بتعملها، اللي هو احنا ازاي نكتب سي في، ازاي نقدم في انترفيو او في شغل، ازاي نعمل الانترفيو، بتبقى طريقة الرد عاملة ازاي، طريقة الكلام عاملة ازاي. كل ده بصراحة هي جهزتنا ليه ان احنا ننزل سوق العمل ونبقى جاهزين ليه. حاليا انا شغالة في لوجيستكس كومباني، يعني فول سيرفيسز كومباني بتعمل خدمات اللوجيستكس يعني. الشركة دي احنا شغالين فيها انا ومجموعة من اصدقائي يعني اللي كانوا في الكلية. عملنا سمول بزنس اللي احنا دلوقتي بنوبريت. وطبعا دي برضو من الحاجات اللي علمتها لنا الكليه، ان احنا ازاي نبقى يعني نبقى جاهزين ان احنا نبقى انتربرينورز، وان احنا نهندل البيزنس بتاعنا الخاص بينا. بس يعني الكليه ساعدتنا في حاجات كتير جدا بصراحه. مفيش اي كليه ممكن تقدم مجهود زي المجهود اللي هي قدمته معانا.